اولا النهارده عندنا اخبار حماسيه من شركه ابل، وهل في ايفون اير ولا مفيش، وايه التغييرات اللي هتحصل لايفون 17 عادي. بينا نشوف الفيديو بيتكلم عليه. اول حاجه هنشوفها في الفيديو، هل في ايفون 17 اير ولا مفيش. من وجهه نظري انا كعبد الله ممكن ومش ممكن. 98 ل 2%، 98 فيه، 2% مفيش. هتقول له ازاي يا عم عبد الله مفيش 98 وفي 98 ومفيش 92؟ هقول لك ازاي. ان شركه ابل لما بتعلن عن حاجه جديده في مطورين بيطلعوا يجربوها. زي ما انت شفت في 17 برو ماكس كل ما ننزل التصاميم بتاعته كانها تسريبات، لكن واحد من شركه ابل طلع بالتصميم الجديد وكشف السر المكتوم واكد التصميم الجديد بتاع شركه ابل يا باشا. ده تبع 17 برو ماكس، وهنا تاكد ال 17 برو ماكس بشكل رسمي. لكن انت عندك دلوقتي ايفون 17 اير، المفروض شركه ابل تعمل عليه تجارب، تعمل عليه ضغط عالي جدا عشان هو اول ايفون اير ينزل في السلسله هي 17. فمن وجهه نظري انا فيه وما فيش، على عكس وجهه نظر الناس الثانيه اللي بقول لك 100% فيه. نرجع للجزئيه رقم 2 في الفيديو. الجزئيه رقم 2، هل ايفون 17 هذا في تغيير ولا لا؟ بنسبه 95% الايفون 17 العادي. واخيرا شركه ابل قررت تدعمه بالبروموشن بتاع الشاشه ال 120 هرتز. انت متخيل؟ ايفون 15 بلس، ايفون 13، ايفون 14 بلس، ايفون 16 بلس، ال 16 العادي، كل السلسلات العادي والبلس 60 هرتز. تخيل تليفون ب 50,000 و 55,000 جنيه 60 هرتز. ايه اعمل بيها ده شركه ابل؟ ايه اعمل بيها انا لو واحد جيمر ايه اعمل بيها؟ مش عارف. فاحنا نتمنى يكون التسريب حقيقي 100% ان شركه ابل هتغير ال 17 العادي تخليه 120 هرتز. ثالث تسريب معانا هو نظام التشغيل، واللي حاليا وصل للبيتا 9. بصراحه شكله خرافي جدا. نسخه الار سي تقريبا نازله الاسبوع الجاي، وده ان شاء الله اللي هعمل لكم عليها فيديو. اذا تابع عبد الله رجب الاسبوع الجاي كل فيديوهات ان شاء الله هيكون في مؤتمر ابل يوم 9/9/2026. مؤتمر ابل اللي هيتم الاعلان فيه عن الايفونات الجديده وعن كل حاجه جديده في شركه ابل على انظمه التشغيل، وهيتم الحجز المسبق للايفون الجديد. فانزل تابع عبد الله رجب عشان الاسبوع الجاي كل حاجه هنزلها كده اول باول. سلام يا رعي.